ازيكم عاملين ايه؟ مش علشان طبعا الرز غالي مش هنعمل لاولادنا حاجه حلوه وندفيهم كمان في الشتا وفي الجو البرد ده. معايا اهي كوبايه من الرز، كوبايه واحده بس زي ما انتم ما شايفين كده. الرز عادي خالص. هنبدأ نجيب معانا كوبايه ونص قدامهم من الميه وهنحطهم يغلوا كويس قوي على النار. وبعد كده هضيف الكوبايه من الرز عليهم، وطبعا مش هضيف اي ميه تاني ولا اي حاجه خالص. هسيبها لحد ما تنشف، طبعا معلش عشان البخار بس طالع على الكاميرا فهي مش ظاهره كويس. جبت كده طبعا الميه شربت الرز، وزي ما انتم ما شايفين كده هبدأ ان انا احط لكوبايه من الرز هحط لها كيلو من اللبن. زي ما انتم ما شايفين بقى حضرنا كده الكوبايات معانا، الاطباق اسفل اللي هنحط فيها زي ما انتم ما شايفين. طبعا هاخد منهم طبق وهبدأ ان انا احط فيه ميه او حليب زي ما انتم حابين يعني. دي هحط بقى معاها نشا وهحط معاهم كريم شانتيه. كده كان شوية كده اقل من ربع كيلو كريم شانتيه، فرحت حطيت منه 5 معالق. وكمان هزود معاهم نشا والفانيليا. الفانيليا بنضيفها اخر حاجة علشان بتدينا ريحة حلوة جدا. هنقلب كل المكونات دي كده كويس قوي مع بعض. طبعا عندنا اللبن بالرز محطوط على النار، بنسيبه لحد ما بيستوي خالص. هخلط كده كويس قوي المكونات مع بعض، الكريم شانتيه ومعاها النشا وميه او لبن، وبنبدأ نضيف في الاخر الفانيليا عشان بيكون ريحتها قوية كده وحلوة معانا. زي ما انتم شايفين كده هبدأ اقلبهم كويس قوي. من كوباية واحدة بس من الرز هتعملي يعني ما شاء الله اطباق كتير قوي من الرز. هنقلب كويس قوي ولازم تدوب كويس النشا مع الكريم شانتيه عشان ما يكلكعش معانا. الفانيليا بقى هبدأ اضيفها اخر حاجة، وياريت لو تكون فانيليا خام كده بتدي ريحة حلوة قوي للرز معانا. طبعا مش عشان كل حاجة غالية يبقى هنحرم اولادنا من حاجات كتير قوي هما بيحبوها. على الاقل حاجة بسيطة جدا تفرحهم في الشتا وكمان تدفيهم. زي ما انتم ما شايفين كده اللبن خلاص كده غالي معايا. مكنتش حطيت اللبن كله، حطيت بس نصه. وفي الاخر هحط شوية كمان من اللبن وهحط الخليط زي ما انتم ما شايفين كده. هبدأ اقلب كويس قوي هيمتزج بس كله مع بعضه، وهبدأ اصبه في الاطباق. هسيبه يبرد شوية وبعدها ان انا هحطه في التلاجة. لو حابين تاكلوه سخن عشان الجو برد طبعا ممكن تدخلوه ياخد وش كده تحت الفرن تحت الشواية بس كده سريعا، وبيطلع معاكي بيكون زي الفل. طبعا لازم يبيت من بالليل للصبح، بس احنا مستنيناش عليه، احنا اكلناه وهو سخن بالهنا والشفا. جربوه الطريقة دي هتعجبكم جدا. ما شاء الله كان كريمي وحلو قوي، والرز معايا مستوي وطعمه تحفة. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. اسيبكم في رعاية الله.